المهم تاخدي رايها الاول واسمع منها هي انها موافقه. مالكش دعوه، من ناحيه دي اطمن. المهم ابتدي انت دلوقتي وجهز نفسك. اجهز نفسي لايه بقى؟ جهز نفسك ليوم شبكه بنتك. عبير اول فرحتنا طبعا، ولازم حفله شبكتها تليق بيها وبينا. شوفي بس الاول بنتك هتقول ايه وبعدين نبقى نفكر في الحفله. ما تقعديش تشيلينا الهم من دلوقتي. هو ده كمان هم؟ قصدي اقول يعني ما تقطعيش، سيب الامور تاخد مجراها الطبيعي. طيب يا اخويا، حاضر. هو عصام خلاص شاف له عروسه يا ماما؟ ايوه يا روحي، شاف له عروسه حلوه قوي قوي. انما ايه، قمر ناوي يخطبها الخميس الجاي ان شاء الله. مين هي العروسه دي يا ماما؟ انت يا حبيبتي، انت يا عبير. انا؟ ايوه انت. وطبعا دي حاجه تسعدك يا حبيبتي، مش كده؟ للاسف دي حاجه لا يمكن تسعدني يا ماما. ايه بتقولي؟ ايه بقى جوازك من ابن خالتك ابن اختي ما يسعدكيش؟ لا يا ماما. يبقى لازم فيه سبب. طبعا في سبب. يطلع ايه السبب ده من فضلك؟ فهميني. اذا كنت حاطه عينك على حد تاني ممكن تقوليلي. ولا حد تاني ولا حد تالت، انا حاطه عيني على مذاكرتي وبس. طيب، على كل حال هو هيسيبك لغايه ما تكملي. هو مش محتاج لشهادتك. شهادتي اهم واكبر امل في حياتي. وهو ما عندوش مانع انك تاخديها. عنده مانع ما عندوش مانع. انا يا ماما مش هتجوز. يبقى اكيد في سر انت مخبيها عليا. اطمني يا ماما، مفيش اي سر مخبيها عليكي ولا على بابا. يعني ايه، ناويه تعيشي عانس؟ ايوه ناوي اعيش عانس، وده احسن لي من الجواز 1000 مره. ايه انت ايه يا بنت، اتجننتي ولا ايه حكايتك بالظبط؟ ازاي تضيعي من ايدك فرصه زي دي؟ انت ضامنه يتقدم لك بعد كده عريس زي عصام ابن اختي ابن خالتك؟ انت ناسيه انه باش مهندس قد الدنيا ومعاه فلوس تقلك؟ يا ماما انا مش عايزه اي حد يتقدم لي، لا دلوقتي ولا في المستقبل. انا برفض الجواز نهائي، مش عايزه اتجوز. لازم افهم ليه مش عايزه تتجوزي ابن اختي. تقدري تقولي لي يطلع ايه الجواز؟ يطلع بيت يسترك وراجل يشرفك ويحميكي وينقرني ونقره ويعذبني واعذبه، مش كده؟ ايه كلام ايه ده يا عبير؟ مش هي دي الحقيقه يا ماما. حقيقه ايه؟ الحقيقه المؤلمه اللي انت وبابا عايشين فيها بسبب الجواز. انا مش فاهمه حاجه ابدا. ارجوك يا ماما، ارجوكي ما ترمينيش في الهلاك. الجواز مش هلاك يا عبير. لا يا ماما، ما تغلطيش نفسك. انت حياتك مع بابا سلسله من العذاب، ليه عايزاني اتعذب انا كمان؟ ما تسيبيني. طيب انا هسيبك يا عبير، هسيبك يومين اتنين علشان تفكري كويس فيهم. انا لا يمكن افكر في الموضوع ده. انت عايزاني اتجوز عشان تكرر المأساة؟ لا يمكن يا ماما، لا يمكن. شفت يا سيدي بنتك المتربيه الست عبير هانم عملت ايه؟ عملت ايه يا سكينه؟ عملت ايه؟ حضرتها راحت لخالتها وقالت لها ان انا ما اقدرش اتجوز ابنك عصام عشان مرتبطه بواحد تاني. عبير قالت كده؟ هكدب عليك يعني؟ ويطلع مين بقى اللي هي مرتبطه بيه ده؟ اسالها بقى السؤال ده، ما تسالنيش انا. طبعا هسالها. المهم اختك عملت ايه؟ عايزها تعمل ايه يعني؟ قالت لها ربنا يسعدك باللي انت مرتبطه بيه، وراحت خطبت لابنها من غير ما تقولي. خطبت لابنها؟ طبعا، امال عايزه تعمل ايه يعني؟ خطبت له مين؟ خطبت له بنت صاحب العماره اللي ساكنين فيها. كده؟ طيب يا ستي على بركه الله. يعني ايه على بركه الله؟ يعني ايه فهمني؟ انت ناوي تسيب الموضوع يعدي بالشكل ده؟ امال ايه؟ عايزاني يعني اروح اعلق المشنقه لاختك؟ المشنقه دي تعلقها لبنتك، بنتك اللي غاويه فقر. حاضر يا ستي، حاضر. تعالي يا عبير، تعالي هنا. عن اذنك انت بقى، سيبينا شويه. والله يا شيخ انا قرفانه وعايزه اسيبكم على طول. متأسفة يا بابا، متأسفة. أنا والله عملت كده غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عنك، انت ارتكبتي خطأ فظيع ولازم اعرف السبب بالتفصيل، لازم. وشرفك يا بابا، ما في أي ارتباط بيني وبين أي حد. امال ليه قلت لخالتك كده؟ أنا قلت لها كده علشان أهرب من الجواز يا بابا، مش عايزة أتجوز. تهربي